عشان نفهم بشكل أكبر موضوع الsupply chain أو موضوع سلاسل الإمداد والتوريد، لازم نفهم الفرق ما بين الإدارة التقليدية وإدارة سلاسل الإمداد والتوريد. من ناحية المنظور زي ما إحنا قُلنا قبل كده، إنه الإدارة التقليدية بتبُص كل إدارة لوحدها، يعني بنتكلم الحسابات بتبُص على الحسابات، القيود بقى بتاعتهم، الربحية، قائمة الدخل، الحاجات اللي زي كده، الجزء الخاص بالmarketing في الشركة بيبقى أو في الصيدلية، بيبقى خاص بتسويق الصيدلية، اليُفط، الحاجات اللي زي كده، الدعاية. في الdelivery ده مسؤول عن التوصيل، فيه الصيدلي مسؤول عن البيع للعميل بشكل مباشر، فيه اللي بيطلب الشرا ده كلّهم في جزر منفصلة. حتى لو كان في مدير قوي فبيبقى دايمًا المدير عنده حتّة أزود من حتّة، يعني مهتم أكتر إدارة البني آدمين أو تدريب البني آدمين على الوَصْف بشكل كبير على ناحية الشِرا، أو مهتم بالشِرا بشكل كبير على حساب البني آدمين. يعني في الآخر بيبقى في defect. الغرض الأساسي أو المنظور الأساسي اللي بيبُص عليه إدارة السلاسل الإمداد، إن بيبُص على الcycle كاملة، بترسم أو بتصمم سلسلة إمداد من أول الطلب بتاع الصنف بالنسبة لك أنت، سلسلة الإمداد بتاعتك من أول ما بتطلب الصنف ينقص من عندك لحد لمّا بتبيع الصنف للعميل والعمليات اللي بتوصل في النُص. تمام. لو حابب تتوسّع زي ما إحنا قُلنا النموذج بتاع عم سيد، إنه حصل تكامل خلفي، إنك بدأت تخش في التصنيع الدوائي أو الcompounding، أو إنك تس ت تعمل دوا عندك في الصيدلية أو تركّب تركيبات صيدلانية عندك، أو تعمل تكامل خلفي، يعني ده كده تكامل خلفي، أو تعمل تكامل أمامي، إنك تاخد خطوة في النُص، اللي هي يعني في خطوة بعد العميل على طول أنت ممكن تخش فيها، اللي هي الdelivery. إنك مثلًا تفتح ويب سايت، الويب سايت ده أو application يوصّلك مع العميل مباشر. تمام. ده من ضمن طرق التواصل، وبالتالي ده هيبقى بالنسبة لك فتحة channel جديدة إنك تبيع للعيان أو تبيع للعميل بشكل مباشر. التعاقدات من ضمن برضه الchannels اللي بتفتحها، تعتبر business unit يعني جديدة، و بيعتبر برضه تكامل أمامي. فزي ما إحنا قُلنا من ناحية المنظور أنت تبُص على كل حاجة. من ناحية التعاون، إدارة سلاسل الإمداد بتبُص أوي على الحتّة بتاعة التعاون، إن هل في دايمًا السؤال ده مُلِح في إدارة سلاسل الإمداد، هل في عدم تنسيق ما بين الإدارات وبعضها أو ما بين الوظايف وبعضها حتّى لو بيعملها نفس الشخص، وبالتالي بتؤدي إلى defect بشكل أو بآخر، أو عجز، أو مشكلة بشكل أو بآخر. من ناحية مجال العمل طبعًا، إنه زي ما إحنا قُلنا إحنا بنتكلّم على جوّه الصيدلية. لأ، أنت الدنيا معاك توصل لحد العميل، وبتجيب من أول مواد الخام اللي بتطلع. فمثلًا لو أنت النهارده عايز تتوقع كمية البنادول اللي أنت محتاج تخزّنها، من ضمن البيانات اللي أنت محتاج تعرفها هي إن هل في مشكلة في الباراسيتامول أصلًا والّا لأ؟ هل في زيادة في الطلب كمان عليه في الفترة الجاية والّا لأ؟ فده طبعًا في تحليلات بتبقى موجودة، وفي ناس بتقدر إن هي تعرف المعلومات دي حتى عن طريق الموزعين، إن الصنف ده هينقص، ده الصنف ده هيخش تسعيرة، الصنف ده هيحصل فيه كذا، فأنت تبدأ تاخد إجراء إنك تشتري. المعلومة دي لو مش موجودة، شكرًا، أنت كده الصنف مش هيبقى موجود عندك، وهي دي أصلًا القيمة الإضافية اللي أنت بتحطها على المنتج، إن المنتج موجود عندك. آخر حاجة طبعًا إطار العمل، وزي ما إحنا قُلنا إن إطار العمل في الإدارة التقليدية إن كل واحد مخصوص بشغله، يعني لأ، إدارة سلاسل الإمداد بتبلطج على كل الإدارات، فبتدخّل معاك الحسابات، بتدخّل معاك المالية، بتدخّل معاك الشرا، بتدخّل معاك المخزون، بتدخّل معاك البيع، بتدخّل معاك كل الإدارات اللي ممكن، حتى لو الصيدلية دي عبارة عن حضرتك وواحد واقف معاك بس. في functions من اللي إحنا قُلناهم ممكن ما بتتعملش أو بتتعمل بشكل قليل. الهدف من الكورس إنك تراجع عندك كل حاجة من دول، وأنت هتبقى عارف تأثيرها عليك، وبالتالي لمّا تصلّحها تبدأ إن أنت تشوف أثر الكلام ده على البيع بتاعك بشكل مباشر.